السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض نوع من الحلويات الشرقية. يعتبر هو الحلويات دي او النوع ده يعتبر نسميه كده السهل الممتنع. سهل وجميل جدا، طعمه خرافة يعني بجد. لما تعمليه انت هتحتاري دي كريمة ولا حلويات ولا ايه. بجد طعمه جميل جدا، ويعني سهل وبسيط وتقدر تضيفي اللي انت عايزاه فيه براحتك، يعني بيقبل اي حاجة ان شاء الله. هتعمليه وهتدمنيه من بعد ما تعمليه ان شاء الله. هنعمل النهارده مع بعض العزيزية الدمياطي، الحلويات اللي حيرت كل حاجة. يعتبر دي مهلبية ولا حلويات شرقي ولا ايه؟ زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله القطعة طالعة على بعضها. يلا مع بعض نشوف الطريقة والمقادير. دلوقتي انا معايا كوباية مكرونة، اي مكرونة عندك هتعمليها تروحي حطها وتسلقيها لحد ما تستوي، وبعد كده تحط عليها كوبايه ميه يعني، وبعد كده تسيبيها تستوي خالص، وبعد يفضل انها تتهري كمان شويه. تمام. وبعد كده هروح جايبه عليها بعد ما استوت خلاص، هروح جايباها بقى وحط عليها كوبايه حليب او كوبايه ونص، من كوبايه ونص لكوبايتين حليب او لبن. وهنضربهم، يا اما تضربيهم في الخلاط يا اما هتضربيه في الهاند بلندر عادي. انا استخدمت الهاند بلندر. انتي ممكن تلمي كل المكونات او تحطي المكونات كلها على بعضها وتحطيها في الخلاط وتضربيهم ضربة وضربتين كده لحد ما يندمجوا، وبعد كده تروحي بقى تكملي بقية المكونات. تمام. انا ضربتهم مع بعض لحد ما تجانسوا يعني، او اللي هم اختلطوا مع بعض كده لحد ما بدأوا يعملوا لي اللي هو قوام تقيل شوية. المكرونة يعتبر اندمجت مع الحليب فبدأت تعمل لي قوام تقيل كده شوية. تمام. بعد كده هروح نازله بالسكر. السكر ده على حسب رغبتك، بس اللي هو ايه، يفضل ان هو يكون معتدل. انا نزلت في البدايه بست معالق سكر تقريبا، وبعد كده بعد ما خلصت دقت الطعم، رحت مزوده 6 أو 7 معالق كمان. يعتبر في حدود نص كوبايه كده ولا حاجه. تمام. ممكن نزود كمان برضو، بس على حسب برضو رغبتك. عايزه تحسي انها كريمي اكتر من كترش كميه السكر عشان تحسي انها طعم الكريمه اكتر. تمام. هقعد اضرب فيها كويس جدا بقى كده بالهاند بلندر لحد ما ايه، اخد القوام اللي هو الانسياب الناعم ده. تمام. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله بقت كريميه خالص، قوامها جميل جدا يعني ما شاء الله. قوامها اللي هو عامل زي القشطه كده او الكريمه، اللي هو الكريمه الكدابه زي ما بنقول. بعد ما خلصنا بقى المقادير كده، رحت جايبه كوبايه ونص لبن تاني. البوله اللي انا بحط فيها دي يعتبر اللي هي كبيره شويه. تمام. دي يعتبر دي بمقام كوبايه ونص ولا حاجه. هروح حاطه عليها 4 معالق نشا. انا كنت حاطه معلقتين في الاول، بعد كده حطيت معلقتين كمان وهزود معلقتين كمان. لو انا حطيت تقريبا 6 معالق نشا. تمام. وهقلبهم كويس جدا لحد ما يندمجوا كده، اللي هو نقعد نقلب في النشا شويه لحد ما التكتلات بتاعه النشا اللي بتبقى مرقده من تحت الكوبايه يعني تفك. هروح نازله عليها بالايه، نازله بالكميه بتاعه النشا او اللبن مقلبين فيه النشا على الخليط، وهزود كمان بقية الحليب. هو مقدار الحليب كله يعتبر اللي هو كيلو. تمام. يعني 4 كوبايات. وهقلب المقادير دي كلها مع بعض بقى، وهرفعها على النار لحد ما تديني قوام اللي هو القوام المتماسك اللي عامل زي المهلبية كده. بس هي مش مهلبية، هي تحس انها قوامها كريمي كده جميل. تمام. بعد ما خلاص اندمجت بقى وقوامها بقى كريمي، رحت مزوده لها معلقة حلوة كده سمنة بلدي. تمام. ممكن تزودي زبدة عادي على حسب رغبتك. تمام. انا المقادير جبتها يعني، انا كنت عامله حسابي ان انا هحطها في صينيه واحده، بس حسيت انها هتبقى سميكه قوي فهقسمها على صينيتين. ممكن لو انت عندك صاج كبير مثلا 30 في 40، ممكن تحطي الكميه كلها على بعضها في الصاج. ممكن مثلا تحطيها في الصينيه الكبيره اللي هي المستطيله في الطقم المستطيل، زي ما تحبي عادي. كل ده هينفع. انا حطيتها في صينيتين عشان انا مش عايزه الكميه تكون سميكه. لو انت عايزاها حابه تكون سميكه دي برضو على حسب رغبتك. دلوقتي بعد ما وزعتها في الصينيه، انا كنت ماسحه الصينيه اصلا من تحت بفرشه سمنه كده، سمنه حلوه.
وبعد كده هسيبها بقى تبرد لحد ما تعمل لي قشرة على الوش، عشان القشرة اللي على الوش دي هتديني القشرة اللي على الوش لما تتعمل يعني، او اللي هي تنشف شوية كده على اللي هي على الصينية من فوق، هتساعدني ان انا اقدر ادهن السمنة كويس جدا، فهتخلي الصينية تاخد لون حلو جدا من فوق. تمام. يعني انا محتاجة انها تكون واخدة وش بسيط كده، او اللي هي تسيبها تبرد خالص لحد ما تعمل لي قشرة كده، اللي هي انتي تقدري تحطي ايدك عليها من كتر ما هي خلاص ناشفة، او اللي هي القشرة متماسكة. فتقدري بعد كده كمان تمسحي بالسمنة براحتك جدا، ما تبقاش مشكلة بالنسبة لك. تمام. هدهن بقى سمنة كويس جدا من كل الاطراف عشان تديني وش حلو لما اجي احمرها تحت الشوايه. هي مش هتحتاج اصلا تخش الفرن كتير، هي هتحتاج بس ان احنا نديها وش شوايه بس مش اكتر، يعني مش تحطها في الفرن، يعني هي يعتبر حلويات من غير فرن اصلا. تمام. بعد بقى سبتها في الفرن بقى، سبتها براحتها على حسب الشوايه عندك، على حسب كل فرن الشوايه بتاعته عامله ازاي. تمام. هنخلص. انا سبتها خلاص، وبعد كده لازم تبرد، يعني الحلويات دي بالذات لازم تبرد عشان تطلعي زي ما وريتها لك في اول الفيديو كده، تطلعيها قطعه متماسكه. لان انا في الوقت ده لما كنت بطلع الصينيه الاولانيه، لان دي اللي طلعت الاولانيه، كان في كانوا واقفين جنبي فكانوا مستعجلين، فطلعت مني اللي هي سايحه كده شويه، ما كانتش متماسكه. لما سبتها في التلاجة شويه كمان بقت احلى كمان من الاول. تمام. فاحنا لما نيجي نعملها نسيبها تبرد خالص، حتى كمان ما كانتش بتتقطع معايا كويس لانها سايحه، فمش هتتقطع معايا كويس. تمام. عشان كده لازم ويفضل يستحسن خالص يعني ان انتي تسيبيها تبرد خالص في التلاجة، مش اقل من ساعة ولا ساعتين، عشان تقدري تقطعيها وتطلع منك القطعة بقطعتها ما تتفرفتش. عشان ممكن كمان تمسكيها بايديكي. شفت انت الحلويات اللي في الحلويات دي حلويات شرقي، فهتلاقي مثلا قطع اللي هي عامله زي المهلبيه دي، فهي دي العزيزيه. فلازم عشان تطلع معانا القطعه بقطعتها كده، لازم تتساب في التلاجة مش اقل من ساعه عشان تبرد، عشان نلاقي القطعه زي ما هي. انتوا زمان كمان انا هوريكي دلوقتي، هوريكوا كمان ان القطعه لما اتقلبت مني هوريها لكم، همسكها بايدي اهو زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله مسكتها بايدي بكل سهوله جدا لانها خدت راحتها في التلاجة. تمام. وهوريكم كمان الصينيه اللي انا قطعت منها من شويه، كانت سايحه، هوريكم ما شاء الله ماسكه وجامده ازاي وجميله جدا. وبصراحه يعني بصراحه حلويات اديها من 10 من 10 بجد في الجمال. حاجه خفيفه وبترطب يعني يعني خلاص احنا يعتبر الصيف خلص، بس حاجه جميله كده ترطب على القلب في نهايه الصيف. تاكلها في اي وقت مش شرط صيف يعني. زي ما انتم شايفين كده اهو، قطعت من الصينيه التانية كمان عشان اوريكم انها متماسكه وقطعه بقطعتها. تمام. حلويات جميله بقى ما شاء الله، حلوه وسهله وبسيطه، وتعمليها في اي وقت، ومش محتاجه فرن كمان، هي بس محتاجه شوايه اللي هي من الوش كده بس. فبساطتها يعني عدت الكلام. لو عجبتكم الوصفه بقى ما تنسوش ان انتوا تحطوا لي لايك، وتشتركوا في القناه لو انتوا مش مشتركين، وتسيبوا لي تعليق حلو زيكم كده، وتجربوا الوصفه وتقولوا لي عجبتكم ولا لا، وتحطوا لي لايك. والسلام عليكم.